بالليل في مدينة إبلين الهادية في تكساس انطلقت صرخة استغاثة. الشرطة بترد على مراهق عنده 13 سنة اسمه باريس بنت، كان بيصرخ إن أي حد يجي يساعد أخته اللي عندها 4 سنين لأنها مش بتتنفس خالص. والشرطية بتحاول إن هي تخلي باريس يعمل إنعاش رئوي للأخت الصغيرة. كل ثانية كانت غالية جدا، حياة الطفلة بتروح. لكن رد الأخ كان غريب قوي ومرعب لأبعد مدى، وهو بيقول خلاص مفيش فايدة. ليه رفض الأخ ينقذ أخته؟ الإجابة مش إهمال أو صدمة، الإجابة سر أبشع من أي كابوس. قبل ساعات بس كان باريس هو الأخ الحنون، البطل الخارق في عين أخته الصغيرة. كان هو اللي بيراقبها وهي نايمة عشان يحميها. فإيه اللي ممكن يحول الملاك الحارس ده لوحش مرعب؟ دي مش مجرد قصة جريمة قتل بشعة، دي قصة عن قناع مثالي بيخفي وراه عقل شيطاني. والمرعب أكتر من كده إن دي مش المرة الأولى اللي يضرب فيها شبح الموت العيلة دي. كان في جريمة قتل تانية في الماضي مدفونة من 30 سنة، جريمة زرعت بذرة الشر اللي نمت وحصدت روح تانية. إيه اللي حصل في الليلة المشؤومة دي؟ وإزاي ممكن التاريخ يعيد نفسه بأبشع طريقة ممكنة؟ هنعرفها في القصة دي، قصة باريس بنت، الطفل العبقري اللي اتحول لقاتل بدم بارد. صوت تليفون الطوارئ بيكسر السكون والهدوء في مدينة إبلين في تكساس، وعلى الخط في صوت عيل صغير منهار من العياط. ده باريس بنت عنده 13 سنة، بيقول للموظفة إن أخته الصغيرة إيلا اللي عندها 4 سنين مش بتتنفس. والموظفة بكل هدوء واحترافية بتطلب منه إن هو يعمل لها إنعاش رئوي وبتوري له الطريقة إزاي. لكن رد باريس كان غريب ومقلق، كان بيرفض وبيأكد لها إن خلاص مفيش فايدة. الموظفة فضلت تتحايل عليه لأن كل ثانية هي الفاصل ما بين حياة إيلا أو موتها. لكن السبب الحقيقي اللي كان مخلي الأخ الكبير مش متعاون هو إنه مخبي سر خطير جدا. عشان نفهم بشاعة السر ده لازم نرجع كام ساعة بس لورا. قبل مكالمة الطوارئ دي ب5 ساعات بالظبط كانت عيلة بنت عايشين يوم عادي جدا وهادي خالص. الأم تشارتي أم مطلقة عايشة حياتها كلها لعيالها عشان تربيهم أحسن تربية، وأطفالها باريس وإيلا ما كانوش مجرد إخوات، دول كانوا اصحاب قوي. باريس هو الأخ الكبير اللي كان مخلي باله دايما من أخته، بيراقبها دايما حتى وهي نايمة عشان يحميها، وهي نظرتها ليه كانت نظرة ثقة عمياء. لكن في 4 فبراير سنة 2007 كل ده اتغير للأبد. في الليلة دي المربية مشيت بدري وسابت إيلا وباريس لوحدهم في البيت، ووالدتهم كانت لسه في الشغل. والساعة 11:40 باريس رفع سماعة التليفون وعمل المكالمة اللي قلبت الدنيا. وفي الوقت اللي كانت عربيات الطوارئ والإسعاف بيجروا في المدينة، موظفة الطوارئ كانت نجحت أخيرا إنها تخلي باريس يعمل إنعاش لأخته الصغيرة. لكن الحقيقة الصادمة إنه كان بيعمل نفسه بينقذها، لكنه في الحقيقة ما كانش بيعمل أي حاجة خالص. بس الحكاية دي كانت جذورها أعمق من إنها تكون ليلة واحدة. وعشان نفهم أكتر بنرجع للزمن سنة 1999 لمقاطعة إبلين في تكساس. شارتي بنت كانت بتربي ابنها باريس اللي كان عنده وقتها 6 سنين. من وهو طفل باريس كان واضح عليه علامات الذكاء الخارق، لدرجة إن المعدل الذكاء بتاعه كان 141. كان متفوق جدا في دراسته وكان محبوب من زمايله وكمان مدرسين. ابنها كان الطفل المثالي اللي أي أم تتمناه، وهما الاتنين كانوا العيلة المثالية. لكن حياتهم ما كانتش سهلة، لأن قبل ما باريس يتولد أبوه حصل له انهيار نفسي شديد وساب شارتي وهي حامل عشان تواجه الدنيا لوحدها. وبدعم قليل جدا من أمها كيلا، شارتي قررت ما تستسلمش وحطت كل حياتها وطاقتها في تربية ابنها، وقررت إن هي تديله الحب والاهتمام اللي هي ما لقيتهوش. وفعلا العلاقة ما بين شارتي وباريس كانت كويسة وجميلة جدا. وبعد 4 سنين العيلة الجميلة دي كانت على وشك إنها تكبر بوصول مولود جديد ليهم. في 12 إبريل 2002 إيلا كانت اتولد. شارتي كانت بتحكي عن الليلة دي وبتقول أنا فاكرة إن أنا حطيت إيلا ما بين دراعاته وكان في على وشه ابتسامة كبيرة جدا وهو بيقول يا ماما دي جميلة قوي. ومع الوقت الفرق ما بين شخصيات الطفلين كان واضح جدا. إيلا كانت طفلة حيوية وشقية واجتماعية بتنور أي مكان تدخله، أما باريس فكان هادي جدا
منطوي على نفسه، بيحب يقضي وقته في القراءة والرسم لوحده. لكن تحت هدوءه ده باريس كان بيقوم بدور الأخ الأكبر بطريقة مثالية جدا. كان بيحب أخته حب حقيقي، والاتنين تقريبا ما كانوش بيسيبوا بعض. زي ما تشارتي بتقول، إيلا كانت بتعشق باريس، أي حاجة باريس بيعملها إيلا لازم تعملها. باريس كان بيختار لها هدومها كل يوم، وكان هو مستشار الموضة بتاعها. والفيديوهات القديمة بتاعتهم دي كانت بتوريك قد إيه حياتهم كانت طبيعية. بالنسبة لتشارتي، إنها أم عازبة لطفلين، فكانت مسؤوليتها كبيرة جدا. كانت بتشتغل شغلانتين كنادلة عشان تغطي مصاريفهم. وفي ليلة 4 فبراير 2007 كانت ليلة السوبر الأمريكي، والبار الرياضي اللي كانت بتشتغل فيه كان زحمة جدا. عشان كده اضطرت تاخد شيفت مزدوج، وجابت مربية عشان تاخد بالها من باريس وإيلا. وهي بتشتغل في البار بكل طاقتها، وكان فاضل لها كام ساعة وتروح لولادها، فجأة لقت ضباط داخلين البار وبيسألوا عليها. قلبها وقع في رجلها، وكانت بتقول حوالي منتصف الليل الضباط كانوا قدام الباب وندهوا على اسمي وقالوا إن بنتي اتأذت، وأنا كنت بقول لهم انتوا لازم تاخدوني لإيلا حالا. ركبت معاهم العربية وعقلها كان هيقف من كتر التفكير، وحاولت تتماسك، لكن نظرات الضباط ليها كانت بتنشر الرعب في جسمها حرفيا. لما وصلت الشارع بتاعهم شافت منظر هيفضل محفور في ذاكرتها على طول. بيتها بقى مسرح جريمة، وعربيات الشرطة والإسعاف والجيران كلهم حوالين البيت. البوليس كان في كل حتة، والشارع كله كان منور. وتشارتي بتقول في اللحظة دي أنا عرفت إن في كارثة حصلت. اترجيت الضباط إن هم يقولوا لي الحقيقة اللي كانوا بيحاولوا يخبوها عني. وفي الوقت ده سمعت الجملتين اللي دمروا حياتي حرفيا: إيلا ماتت. تشارتي كانت واقفة مكانها مصدومة ومش قادرة تستوعب إن اللي قدامها دي جثة بنتها اللي بتتنقل من بيتهم. كانت في كيس للجثث مقفول لحد دقنها، وكان بينزل من بقها دم. بدأت تصرخ وبتقول أنا آسفة إني ما كنتش هنا عشانك، وبعدها انهارت واغمى عليها. وبعد ما فاقت فضلت تسأل على باريس، هو فين؟ ايه اللي حصل لباريس؟ طمنوها انه بخير وانه موجود في اسمه، البوليس مستنيها. خدت نفسها بارتياح مؤقت لما عرفت ان ابنها كويس، بس وهي راكبه عربيه البوليس للمره التانيه في الليله دي حست بشعور مقلق، والشعور المقلق ده كان مع الوقت بيكبر جواها اكتر واكتر، لان الموقف ده كان بيفكرها بحاجه حصلت قبل كده من 30 سنه، وحست ان التاريخ بيعيد نفسه. لما تشارتي كانت بنت صغيره وعيلتها كلها اتدمرت بسبب جريمه قتل. وعشان نفهم اكتر لازم نفتح صفحه قديمه من كتاب عيله بنت، صفحه مكتوبه بالخيانه والدم، وبنرجع بالزمن لسنه 1980 في مقاطعه كوب بجورجيا. شارتي كانت لسه طفله عندها 6 سنين، وابوها وامها جيمس وكيلا كانوا عايشين حياه شبيهه بالاحلام. كانوا بيديروا امبراطوريه نقل ضخمه كانت بتدخل مليارات كل سنه، لكن ورا صوره النجاح والعيله المثاليه دي كان في جواز بينهار. وبعد سنين من المشاكل علاقتهم انتهت بالطلاق، وسابوا بنتهم في النص محتارة ما بينهم هما الاتنين. لكن فجأة في 9 مارس 1980 جيمس وكيلا قرروا ان هما يرجعوا لبعض تاني، وسافروا لاس فيجاس واتجوزوا في حفلة سريعة هناك. للحظة بسيطة الطفلة تشارتي حست بالأمل انهم ممكن يرجعوا يعيشوا مع بعض تاني، لكن الأمل ده انهار تماما، لأنه في 11 مارس 1980 وبعد 3 أيام بس من جوازهم لقوا جيمس ميت في بيته. السلطات لما وصلت لقوا جيمس مضروب ب3 رصاصات، واحدة في دماغه، واحدة في قلبه، وواحدة في ظهره. الجريمة كان واضح إنها متعمدة ومتخطط ليها، والشكوك كلها راحت على الزوجة الجديدة أم تشارتي كيلا. والشكوك دي زادت أكتر لما المحققين وجدوا إن اسم كيلا رجع تاني لوصية جيمس بعد جوازهم المفاجئ، وده معناه إنها هتورث كل ثروته وإمبراطورية البيزنس بتاعه. وهنا انتشرت إشاعات إن كيلا دفعت $50,000 لقاتل مأجور عشان يخلص على جوزها. ولما المحققين واجهوها بالكلام ده كان اعترافها غريب جدا. قالت إنها فعلا سألت في موضوع القاتل المأجور، لكنها برضو ادعت إنه كان بس من باب الفضول ومن غير أي خيوط تانية. كيلا كانت هي المشتبه الرئيسي. وبعد 11 يوم من المحاكمة ورغم كل الأدلة دي، القاضي طلع حكم صدم الجميع إنها غير مذنبة. كيلا خرجت من المحكمة حرة طليقة، والقاتل الحقيقي عمره ما اتقبض عليه، ورجعت من تاني لحياتها المرفهة وسيطرت على إمبراطورية جوزها، وبدأت تربي بنتها لوحدها. تشارتي كبرت وهي عايشة في جحيم، كل اللي حواليها مقتنعين تماما ان امها هي اللي قتلت ابوها. وفي المدرسه كانت بتتعرض لمضايقات مستمره، لدرجه ان كلمه انا سمعت ان امك قتلت ابوكي كانت بتتقال لها يوميا. وفي البيت
الوضع ما كانش أحسن حاجة، لأن أمها كيلا بعد ما بقت مسؤولة عن كل حاجة بدأت تقضي أيامها كلها سهر ومخدرات، وما بقتش مهتمة ببنتها نهائي. ورغم إن كيلا كانت بتصر إنها بريئة، العلاقة ما بينهم كانت متوترة ومكسورة. ووسط كل ده شارتي كانت بدأت تهتم بمذاكرتها أكتر، واتخرجت من الثانوية بمرتبة الشرف. لكن الضغط النفسي وفقدان أبوها وسنين الوحدة كانوا أكبر من إنها تستحملهم. لمدة 4 سنين شارتي عانت من إدمان المخدرات كوسيلة للهرب من الواقع بتاعها المؤلم. لكن في سن 18 قررت إنها لازم تقف على رجليها من تاني، وبالفعل قدرت تتعافى ودخلت الجامعة وخدت شهادة في علم نفس تربية الأسرة. حياتها خدت معنى جديد تماما لما عرفت إنها حامل في ابنها باريس، وبعد كده بنتها إيلا. الأمومة كانت هي فرصتها الجديدة عشان تعيش الحياة اللي هي اتحرمت منها وهي صغيرة. لكن الألم القديم عمره ما اختفى تماما، وفي ليلة 4 فبراير 2007 نفس الألم رجع يضرب بقوة أكبر من اللي فات، وهي بتبوس خد بنتها إيلا لآخر مرة وهي بتتشال في كيس الجثث. وبنرجع لاسم الشرطة، وتشارتي قاعدة في قسم الاستجواب، والأول مرة من ساعة ما عرفت بموت بنتها بتشوف ابنها بارس في آخر الأوضة. وبتحكي في اللحظة دي وبتقول إنها لما شافته حست بفرحة شديدة إنها شافت ابنها، لأن هو كان الوحيد اللي فاضل. بس لما حضنته هنا حصلت الصدمة، قعدت تعيط كتير جدا، بس أدركت في اللحظة دي إن هو ما بيبدلهاش الحضن. وفي اللحظة دي عالمها بالكامل انهار. البرود بتاع بارس كان هو أول خيط للمحققين عشان يعرفوا إن في حاجة غريبة. ومع التحقيق الصورة البشعة بدأت تتكشف، إن بارس هو اللي أقنع المربية إن هي تمشي بدري بحجج فارغة. ولما الإسعاف وصل لقوا إن إيلا نايمة على بطنها، وده دليل قاطع إنه محاولش يعمل لها أي محاولة إنعاش زي ما كان بيمثل في التليفون. كل ده كان مجرد تمثيلية متقنة، والقناع بتاعه سقط تماما لما تشارتي واجهته. راحت تشوفه في الليلة دي وكانت بتقوله أنا مش مصدقاك، أنا حاسة إنك قتلت أختك عن قصد. وفجأة بقى شخص مختلف تماما، كأنه ما بقاش مضطر إن هو يكمل في التمثيلية دي. وبصلي وقال لي انتوا أغبياء جدا، وقعد يضحك. الصدمة في مدينة إبلين كانت مرعبة. إن طفلة عندها 4 سنين تتقتل بالشكل ده كانت حاجة ما تتصدقش. وفي جنازة إيلا وسط دموع وحزن كل اللي بيحبوها كانت تشارتي بتواجه مصيرها. مش بس فقدت بنتها، ده كمان ابنها اللي مسجون في قتلها. تشارتي كانت محطمة وبدأت تعمل لابنها تقييم نفسي، والإجابة كانت صادمة، لأن المقيم النفسي قال لها أنت ابنك شخص معادي للمجتمع. المحاكمة كانت أصعب اختبار ممكن تمر بيه، وكانت بتقول أنا لما أروح أتكلم مع وكيل النيابة لازم أكون أم إيلا، ولما كنت بروح أتكلم مع محامي الدفاع لازم أكون أم البارس. ولما حاولت أحط إيلا وبارس مع بعض في دماغي كنت قربت أتجنن. وفي قاعة المحكمة كانت بتختار إن هي تقعد في النص، لأنها ما ينفعش تختار ما بين الطرفين لأن الاتنين ولادها. وفي النهاية أدركت إن مفيش حاجة هترجع بنتها إيلا، وخدت أصعب قرار في حياتها، إنها تقف جنب بارس، مش عشان تطلعه براءة بس عشان تتأكد إن هو ياخد المساعدة اللي محتاجها. في 15 أغسطس 2007 بارس اعترف بالذنب واتحكم عليه بأقصى عقوبة للي في سنه اللي هي 40 سنة. وتشارتي وعدته إنها هتفضل تحبه وهتفضل أمه مهما حصل، لكنها كمان قررت إنها تكسر حلقة المقاسي اللي بتطارد عيلتها. وتشارتي قررت إن هي تحول الألم بتاعها لحاجة إيجابية. وفي الليلة اللي ماتت إيلا هي وعدتها إن في حاجة إيجابية هتطلع من الموت بتاعها ده، فأنشأت مؤسسة إيلا لمنع العنف عن طريق مشاركة القصص الحياتية. ودلوقتي تشارتي بقت من المدافعين عن أهمية إعادة تأهيل الأطفال اللي بيمروا بأمراض نفسية، عشان تضمن إن اللي حصل مع عيلتها ما يتكررش مع حد تاني. وزي ما هي بتقول إنها كده حاسة إن إيلا عايشة، وإنها ما تقدرش تغير بارس، بس باللي هي بتعمله ده ممكن تغير حياة طفل حد تاني.